لا يجزي والد عن ولد. اوعى تتخذ الكافرين اعداء الله اولياء عشان ايه؟ يحافظوا. كانها نزلت في مناسبه. ما هذه المناسبه؟ هي مناسبه حاطب ابن بلتعه. كانت هناك مولاه عبده يعني اسمها ساره، وكانت مولى لابن عمر ابن صفي بن هاشم. فلما انهزم المشركون في بدر كانت هي ترقص وتغني في الافراح وتندب في المياتم، لكن بعد غزوه بدر نفسهم بقى ايه؟ قفلت ولا عادوا يعملوا. فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه. فلما ذهبت اليه وقابلته قال: امسلمه انت؟ قالت: لا. امهاجره انت؟ قالت: لا. قال: فما جاء بك؟ لان كان فيه المعاهده اللي ان جاء حد من الكفار المسلمين يردهم، وان جه حد من المسلمين الكفار ما يردهمش. شروط الباء القوي. قال لهم: ما الذي جاء بك؟ قال: كانوا الصحبه والاهل والموالي، فلما جاءت موقعه بدر زال كل ذلك، وقد اصبحت انا في حاجه الى ان اكسى واطعم واحمل. فقال لها: وما الذي ترك لما تركك هؤلاء الشبان اللي كانوا يعني بيه؟ قالت: لأن ذلة بدر كبتت نفوسهم فلم يعودوا في حاجة إلى شيء. وأنا يعني اتعطلت خلاص ما عادش صليت نفسي. فجاء إلى بني عبد المطلب وقال لهم: اكسوها واحملوها وزودوها واجعلوها تنصرف. فلما جاءت لتنصرف إلى مكة جاء حاطب ابن بلتعه وجاب 10,000 دينار وجاب رداء وراح لها ادى لها الرداء هديه وادى لها ال10 وقال لها: احملي رسالة مني إلى قريش. والرسالة دي من حاطب ابن أبي بلتعه إلى قريش. إن رسول الله صلى الله، بس خدوا بالكم العبارة عشان هنفتش منها كثير. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فاحذروا. لما كان بيخطط لفتح مكة وعايزها تفضل سر عشان لو عملها علني هيستعدوا تبقى حرب، يمكن لما يبقى سر يدخل كده تنتهي المسألة. فجأوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فاحذروه. دي وصلها له. فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فاستدعى عليا وعمارا وعمرا وطلحة والزبير وأبو المرصد. كانوا فرسان. قال لهم: الحقوا بمكان يسمى روضة قاخ، عين المكان، فستجدون ضعينة معها كتاب إلى قريش. فلما ذهبوا سألوها فأبصرت ما عندش كتب، ففتشوا متاعها فما وجدوش كتاب، فأحبوا أن ينصرفوا. قال علي كرم الله وجهه: والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله ولا كذب الوحي على رسول الله. يبقى لازم استل السيف وقال لها: إما أن تخرج الكتاب وإما وضعته على عنقك. بس جت على عكس الشعراء عند الضفيرة دي وطلعت الكتاب مش عارف وجدوا الكتاب حافظ بن ابي بلتعه الى قريش. ورجعوا الى رسول الله فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال له: لماذا فعلت ذلك؟ قال: يا رسول الله، اني امرئ لصق بمكه، يعني ماليش اهل، ماليش عصبيه، ولي اهلي وقرايبي وبتاع، فأردت أن أتخذ عند قريش يدا عشان يرحموا الجماعة اللي عندهم دول، وأعلم أن ذلك لا يضرك من الله بشيء،
وأنك منصور منصور منصور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. قال عمر لا يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال يا عمر والله ما تدري إن الله طلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. واصلا تبقى الحكايه دي يبقى يا راضي بن ابي الانتعال ولا الاعداء عشان عشان اهله. فقال له اهو انتوا اللي عملتوا كده اهو الله سيفصله بينكم يوم القيامه ويبقوا اعدائكم. ولذلك يجب ان كنتوا تحتاطوا ولا تجملوش خصوم محمد صلى الله عليه وسلم، لان كنتوا اللي كنتوا هتعملوه ده مش هيفيد، ان هيفشل بينكم ربنا.